ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده معانا طاقة جديدة ومعانا استرسال جديد. آه في ناس هنا، واضح لي قوي. طاقتكم كده ان انتوا داخلين مرحلة حلوة قوي مع نفسكم. المرحلة دي هي مرحلة اهتمام حقيقي، مش اهتمام سطحي ولا انتوا بتحاولوا تستعرضوا حاجة. لأ، انا شايفاكوا واخدين بالكم من نفسكم بجد. مهتمين قوي بمظهركم. في ناس هنا مهتمة قوي بشعرها، بلبسها، الحاجات اللي هي المظهر يعني. بس مش شايفة ان ده قدام الناس بس، ولا عشان انت مثلا بتنزل شغل او بتنزل جامعة او بتقابل ناس. لا، انا شايفة ان انتوا الاهتمام ده نابع من جواكم، حتى وانتوا قاعدين في البيت وانتوا لوحدكم. شايفاكم بتعملوا حاجات كده زي روتين مثلا يعني لبشرتكم. حتى لو اللي بيسمعني راجل برضو يعني مهتمين قوي بنفسكم. ده الطبيعي اصلا يعني. بس المعروف اكتر ان البنات بتهتم بالحاجات دي، الماسكات بقى والشعر وكده. آم، شايفة ان انتوا عايزين تاخدوا وقت ليكم ترتاحوا فيه، تهدوا. آم، تحسوا ان انتوا فصلتوا شوية من المسؤوليات او الضغط اللي عليكم. شايفة في ناس برضو ممكن تكون بتفكر كده تبدأ يوجا او تجيب فيديوز مثلا وتتفرج، وتتعلموا يعني منهم. في ناس بدأت تعمل تمارين التنفس، يعني انتوا لقيتوا ان هي بتفرق معاكوا جدا. فعندكم شوية يعني عايزين تستمروا على تمارين التنفس دي يعني. آه، مش عارفة ليه حاسة ان انتوا عندكم كده حنين لفترة قديمة او فترة عدت من زمان قوي كانت في حياتكم، او كان في ناس معاكم. الناس دي يمكن دلوقتي مش موجودة معاكم، ممكن يكونوا مسافرين او يعني في بعد. ممكن حاسة طاقة كده ان في بعض من الناس اللي انتوا بتحنوا ليهم دول هم اصلا يعني مش موجودين في الحياة دلوقتي. ف شايفة ان انتوا بتفتكروا الناس دي، بس مش بتفتكروهم بزعل قوي. بالعكس، انا شايفة ان انتوا بتفتكروهم بيبقى على وشكم ابتسامة كده، اللي بتحسوا الايام دي تاني، او بتسترجعوا المشاعر اللي انتوا حسيتوها زمان مع الناس دي تاني. ممكن تكون ام، اب، آم، صديق او صديقة، حاجة كده يعني. آم، شايفاكوا كمان انتوا بقالكوا فترة بتقللوا الناس من حياتكم. يعني دايرة معارفكم، حسيت ان انتوا بقيتوا تفلتروا قوي، فدايرة معارفكم بقت اصغر شوية. الفلترة اللي انتوا بتعملوها دي حاساها جاية بعد ما انتوا مريتوا بمواقف او حصل معاكم مواقف كشفت لكم الناس دي من جواها. عرفتوا ان الناس دي يعني مش زي ما انتوا كنتوا متوقعين. يمكن كنتوا متعشمين في حد قوي انه هيقف جنبكم او هيقدم ليكم حاجة في موقف معين كان في وقت ما في حياتكم. بس ما لقيتوش رد الفعل اللي انتوا كنتوا متعشمين فيه قوي ده. ف حسيت ان انت يعني خلاص انت بتدي اكتر من اللازم وبتدي اكتر ما بتاخد. حسيت ان الناس دي كانت بتستنزف طاقتك، سواء بقى اصدقاء او اقارب. انا يعني شايفة ان انتوا في حد كده انتوا عملتوا ليهم، يعني ناس كتير اكتر من شخص عملتوا ليهم حدود ومش مشاكل. ما عملتوش مشاكل معاهم، ولكن شايفاكوا حطيتوا مسافة كده او عملتوا مسافة تحميكم. انتوا اخترتوا راحتكم واخترتوا تقولوا كفاية. لان انا حاسة ان في ناس هنا قالت احنا مش ساذجين علشان يتعاملوا معانا بالطريقة دي. لو احنا كنا بنعدي حاجات فاحنا بنعديها علشان انا فاهم، بس بعدي بمزاجي،
مش عشان انا شخص ساذج. حاسه ان انتوا في حد منكم كان جواه الشعور ده. أم، في ناس هنا جواكم احساس كده ان انتوا يمكن متأخرين شوية في موضوع الزواج او الارتباط. أم، يعني بتقولوا ان الوقت بيجري او العمر يعني بيتقدم بيك يعني. بس برضو انا مش شايفاكوا، يعني انتوا بتفكروا كده، بس انتوا مش بتفكروا في ده بزعل. بالعكس انا شايفة ان انتوا يعني يمكن بتتناقشوا كده مع نفسكم، بينكم وبين نفسكم، مش زعلانين ان انتوا مش في ارتباط دلوقتي، لانكم عندكم انتوا عارفين انتوا عايزين ايه كويس. انتوا على درجة من الوعي مخلياكم ان انتوا مش بتقبلوا بأي علاقة وخلاص، ومش اي ارتباط لمجرد ان الوقت عدى. انا شايفة ان التأخير ده، انت متأخر دلوقتي في موضوع الارتباط ده، مش عشان مفيش فرص، ولا مثلا انه مفيش عروض بتتقدم لك. بالعكس انا شايفة ان في فرص وفي عروض، بس انتوا اللي بترفضوا، لان انتوا عندكم وجهة نظر خاصة بيكم. انتوا شايفين ان اللي قدامكم مش مناسب لروحكم، مش شبهكم، يعني مش هيضيف ليكم. فانا شايفاكم انتم مقدرين نفسكم جدا جدا، وده مش غرور زي ما بعض الناس بتحاول تصور لكم ان ده غرور. شايفة برضو ان يمكن زمان كنتوا بتتأثروا بكلام اللي حواليكم لما بينتقدوكوا في الموضوع ده. كنتوا بتشكوا في نفسكم وتسألوا هو انا غلط، هو انا مزودها شوية او مزوداها شوية. لكن دلوقتي لأ، بصراحة دلوقتي انتوا عارفين انكم مش صغيرين، مش مراهقين، عندكم وعي كفاية يخليكم تثقوا في تفكيركم وقراراتكم. انتوا فاهمين ان اللي بتعملوه ده نضج مش تعالي. اوكي. وبالذات الناس اللي عدت بتجربة ارتباط قبل كده، والتجربة دي حصل فيها انفصال، فانتوا المرة دي مختلفين، تفكيركم اختلف تماما. مش عايزين تتسرعوا او تنجروا ورا مشاعر ممكن تكون مؤقتة. آه، شايفاكم مش عايزين تعيدوا نفس الوضع تاني، او تمروا بنفس الوجع تاني. انتوا عايزين علاقة تيجي بوعي، تيجي بهدوء، بس يعني تيجي على مهلها، تيجي بالوقت اللي تاخده، مش مشكلة، ولكن علاقة يكون فيها استقرار، يكون فيها وعي، يكون فيها نضج من الطرفين. انتوا مش عايزين تبقى تضيف عليكوا عبء. اوكي. انا شايفة بصراحة ان ده تفكير ايجابي جدا جدا. اختيارك اللي انت عليه دلوقتي ده مش سهل ولكن شجاع حقيقي يعني. أم، دي طاقتكم انتوا دلوقتي، او ده تفكيركم اللي انتوا بتفكروا فيه حاليا. يمكن في ناس دلوقتي بتفكر يعني لما قلنا ان انتوا كنتوا زمان بتسألوا نفسكم انتوا هل مزودينها، او انتوا اللي عندكم ده فعلا غرور، او تفكيركم ده نابع من تعالي. دي ناس كان جواها الكلام ده زمان، لكن دلوقتي بقى تفكيرها مختلف. في ناس برضو بقى لسه لحد دلوقتي، او يمكن السؤال ده كان في دماغهم بسبب ضغط من ناس حواليهم بيصوروا لهم ان ده مش صح، وانه لازم يكون في تنازلات شوية. حسيت فيه كده. فالرسالة هنا بتقولك اللي انت عليه ده صح. انت مادام متأكد ايه اللي انت تستحقه، وعارف ايه اللي انت تقدر تتقبله ايه لأ، يبقى ما تسمعش لناس تانية. لان كل واحد بيتكلم يعني باللي مناسب ليه. فاللي مناسب ليا مش مناسب لغيري، واللي مناسب مع غيري مش مناسب معايا. كل واحد بيختلف عن التاني. قدرتي مختلفة عن قدرة الشخص اللي قدامي. تقبلي الاشياء غير تقبل الشخص اللي قدامي لاشياء تانية. اوكي. فدي كانت رسالة لناس يمكن جواها الحيرة دي. طيب. في شخص هنا بقى، انا شايفة ان الشخص ده او طاقته كده واصله لي انه مركز معاكم قوي قوي.
مش شايفة إن التركيز ده بيخلّيه يندفع، ولكن التركيز هنا لو أنتم بتتعاملوا مع بعض أو بتتواصلوا مع بعض من خلال application معين، أنا شايفة إن الشخص ده كل شوية يدخل يشوف أنت نزلت إيه أو كتبت إيه، شاركت إيه. لإنه أنا شايفة إن هو مهتم جدًا، جدًا بالآراء اللي أنت بتشاركها، بيحب يقرا أوي كلامك. يمكن أنتم ناس ليكم آراء على السوشيال ميديا أو حاجة زي كده، أو بتعملوا فيديوز أو حاجة، حد بيتابعكم، أو أنتم بتخططوا لده، أو دي الخطة بتاعتكم إن أنتم عايزين تشتغلوا على حاجة أو تعملوا فيديوز الفترة اللي جاية، عايزين تتكلموا في مواضيع معينة. يمكن دلوقتي بتكتبوا بوستس بس أو حاجة. في حاجة كده، يعني في حاجة انتوا بتعملوها الشخص ده بيقرأها او بيركز معاها قوي. آه، في برضو مجموعة تانية، الناس دي انتوا بتشوفوا الشخص ده، يعني بتشوفوه على أرض الواقع. الشخص ده لو انتوا في مكان عمل واحد، بياخد باله جدا جدا من تفاصيلك الصغيرة. لو انتوا بتكونوا في مكان بيجمعكم سوا، والشخص ده بيعرف انه يشم البرفيوم بتاعك، فعايزه اقولك ان البرفيوم بتاعك يعني بالنسبه له حاجه كده. هو يمكن يكون بالنسبه لك انت عادي، يعني برفيوم عادي، مش اول شخص يحطه يعني، بس البرفيوم عليك انت، الشخص ده هو بيشمه بيحس ان هي ريحه مميزه جدا. كمان بيركز قوي في لبسكم. على فكرة اللي يسمع الكلام ده يقول ان الشخص ده سطحي قوي، بس هو مش سطحي خالص على فكرة، بس هو بياخد باله من التفاصيل، فبيركز قوي في لبسكم. آم، معجب قوي بذوقكم البسيط. انا حاساكم ناس مش بتحبوا او ولا بتحاولوا ان انتوا تلفتوا النظر بلبسكم، يعني مش بتلبسوا الوان بقى كتير او بتعملوا حاجات اوفر كده في شكلكم. شايفة ان لبسكم بسيط قوي، الوان هادية قوي، مش اي حاجة تريندي بتلبسوها برضو. يعني انا شايفاكم ناس رايقة كده وتقيلة، بتلبسوا اللي انتوا حابينه واللي لايق عليكم حتى لو من 100 سنة، مفيش مشكلة عندكم. المهم ان يكون اللبس ده لايق عليكم. فهو عجبه قوي ده ان انت مش شخص اندفاعي ولا بتعمل حاجات فجة يعني. ورغم ان انتوا بتحاولوا ان انتوا يعني ما تبقوش ملفتين للنظر قوي، انتوا برضو ملفتين للشخص ده جدا. شايفة كمان ان الشخص ده واخد باله قوي انكم بتحبوا القهوة. في ناس هنا بتحب القهوة قوي، يمكن بتدخلوا نفس المكان كل يوم تاخدوا قهوتكم وهو بيكون شايفكم حتى ولو من بعيد يعني. آم، في هنا في طاقة هنا قوية قوي بتقولوا ان انتوا ممكن بتشتغلوا مع بعض، لان لو انتوا فعلا بتشتغلوا مع الشخص ده، او ممكن تكونوا مثلا بتحضروا مؤتمرات او نشاط معين بيجمعكم في اوقات محددة. يعني مش هقولك انت والشخص ده قاعدين في المكتب 24 ساعة، لا، انتوا في حاجة كده معينة بتجمعكم مع بعض. مش ممكن يكون اونلاين برضو على فكرة. المهم ان الشخص ده سامع عنكم كلام، يعني جميل جدا في اخلاقكم. آم، عجبه قوي اسلوبكم، احترامكم لنفسكم. آم، هو ملاحظ ان انت تعاملاتك مع الجنس الاخر، سواء بقى اللي بيسمعني رجل او امرأة، انت تعاملاتك مع الجنس الاخر بتكون بحدود واضحة. وشايفة ان الجزئية دي يمكن بتخص الاناث اكتر، لانه شايفك ان انت بتتعاملي بحدود مع الطرف او الجنس الاخر معاكي في العمل، انت بتتعاملي بحدود قوية جدا، ولكن بروفيشنال، مش اللي هو بطريقة منفرة، بالعكس، انت حدودك واضحة قوي، م- ما بتتعديهاش وما بتسمحيش لحد يتعداها معاكي، ولكن بشكل راقي قوي. آم، الموضوع ده على فكرة بيكبرك جدا في نظره. آه،
انا شايفه بصراحه ان هو شايفكم بنظره حلوه قوي، والنظره اللي هو شايفكم بيها دي حقيقيه، دي حقيقتكم فعلا، هي مش حاجه مخدوع فيها، دي حقيقتكم. اوكي. في رساله جات لي دلوقتي لناس منكم هنا، انتوا محتاجين تغيروا المحفظه او الحاجه اللي انتوا بتشيلوا فيها فلوسكم، اللي هو المحفظه اللي بتبقى معانا في شنطتنا دي، اللي بنحط فيها الفلوس والكريدت كارد والحاجات دي. انتوا محتاجين تغيروها. مش عارفة ليه انا جاتلي الرسالة دي، ولكن حاسة ان هي هتفرق معاكوا جدا جدا، خصوصا للناس اللي هنا الفلوس مش بتقعد معاكم. يعني مجرد ما بتمسكوا فلوس بتلاقوها بتطير على طول بسرعة، بتصرفوها في حاجات كتير قوي. آه، مع ان عادي انا شايفاكوا بتطلعوا وبتخرجوا صدقة، ولكن انتوا مش فاهمين في ايه المصاريف اللي جت فجأة دي، او اللي كل شوية بتيجي دي. الفلوس مش بتقعد. هو الطبيعي ان الفلوس بتيجي عشان نصرفها في حاجات احنا محتاجينها، ولكن انتوا حاسين ان الموضوع لا كتير قوي كتير، مش عارفين تشيلوا حاجة، مش عارفين تعملوا حاجة، الفلوس طايرة خالص في المصاريف. فانتوا محتاجين تغيروا المحفظة دي بصراحة. ده الاحساس اللي جالي. وانتوا عندكم يعني الماديات عندكم بتتحسن من أواخر شهر 2. يعني الماديات عندكم هتبقى مختلفة، مختلفة اختلاف إيجابي، يعني يبقى فيه وفرة إن شاء الله من أواخر شهر 2. أوكي. هتبدأ كده تحس بشكل تدريجي يعني. أم، انتوا كمان ناس هنا، شايفة ان انتوا عندكم قدرة قوية جدا على تحليل الشخصيات. انتوا بتعرفوا تحللوا الناس قوي. وده شيء، هو شيء حلو جدا، بس في تحذير جايلكوا هنا انكم ما تعملوش ده، او ما تفضلوش كل شوية تحللوا الناس اللي قدامكم. يعني ما تعملوش ده طول الوقت، خصوصا مع الناس القريبين منكم. آم، مش عارفة ليه حاسة ان انتوا عملتوا كده مع حد وخليتوهم خوفتوهم، او يعني مش خافوا، ولكن هم حسوا ان هم مكشوفين بزيادة. يعني خليك فاهم الشخص اللي قدامك، ولكن مش طول الوقت تواجهه بده، او تفضل تحلله، لان الشخص اللي بيبقى قدامك مش حابب ان هو يبقى مكشوف دايما. آه، يعني ده بيعمل نفور الحقيقة. حتى لو انتوا نيتكم، انا حاسة ان انتوا او شايفاكم ان انتوا بتعملوا ده بنية طيبة جدا، بس انا هنا بقول لكم يعني لو عايزين تحافظوا على العلاقات القريبة منكم، الناس اللي انتوا بتحبوهم، ما تعملوش ده معاهم طول الوقت، الا اذا حد جه سألك على حاجة. اوكي مفيش مشكلة، لكن ان انت طول الوقت تقوله انت بتعمل كذا عشان كذا، انت من الشخصيات اللي كذا، لا ما تعملوش كده خالص. مش كل الناس طبعا، محدش فينا بيحب ان هو يبقى مكشوف كده. وانا هنا مش بتكلم على الناس اللي هي بتأذيك او بتكذب عليكم، لا، انا بتكلم عن الناس اللي انتوا بتحبوهم. يعني سيبوا مساحة كده للعلاقات تكون طبيعية وخفيفة من غير فحص كده دايما. اوكي. آه، حاسة انكم يعني الشخص اللي احنا كنا بنتكلم عليه ده، انتوا مش ناويين ان انتوا ترفضوا الشخص ده خالص. على فكرة انتوا واخدين بالكم ان الشخص ده مركز معاكم، فانتوا مش ناويين ترفضوا الشخص ده، بالعكس انتوا شايفينه مناسب ليكم جدا، حاسين كده براحة، يعني حاسين ان هو مريح لروحكم. آم، في حاجات شبهكم كتير في الشخص ده، وده مخليكم مطمنين شوية من جواكم. لكن انا شايفاكم بقى الفرق المرة دي، انكم اتعلمتوا تحسبوا خطواتكم كويس قوي، بتتعاملوا بحكمة وبهدوء من غير اندفاع. ففكرة انكم تبادروا بأي خطوة دلوقتي مرفوضة تماما عندكم، مش عند، لكن انتوا عايزين تشوفوا من الشخص ده فعل.
يعني انتوا عايزين تشوفوا فعل يعني قوي، مش كلام وبس. عايزين اللي قدامكم يوضح نيته بتصرفاته مش بوعوده. وفي نفس الوقت انتوا مش مقفلين قوي، يعني انتوا اصلا مش قافلين الباب ولا رافضين، بالعكس انتوا مستقبلين، ومستقبلين اي مبادرة منه وقابلينها، بس تيجي بطريقة تكون بتحترمكم وبتحترم مشاعركم وحدودكم، لانكم بصراحة وببساطة بقيتوا عارفين قيمتكم، ومش مستعدين تكرروا نفس السيناريوهات القديمة ولا تسبقوا الأحداث تاني. اوكي؟ طيب، في حاجة كمان دلوقتي حسيتها. في ناس منكم هنا انتوا بتلبسوا نضارة نظر، يمكن وانتوا بتشتغلوا او انتوا فاتحين لابتوب، او انتوا بتسكرولوا كده في الموبايل او حاجة، بتبقوا لابسين نضارة نظر. فالشخص ده بيحبكم قوي بيحب شكل النضارة عليكم قوي، ومش عارفة، دي رسالة جات لي دلوقتي. مين فيكم بيلبس نضارة؟ عرفوني. دي كانت طاقتكم. وخليني بقى اقول لكم استرسال من الشخص ده عايز يقول لكم ايه. اقعدوا بقى في مكان هادي، خدوا نفس عميق، ونسمع رسالة الشخص ده ليك دلوقتي. انا عندي احساس قوي اليومين دول، احساس بيشدني اقرب منك اكتر، مش اندفاع ولا حماس لحظي، ما تقلقيش. حاسس اني عايزة اعرفك على حياتي بشكل اوضح، عايزة افتحلك المساحة اللي انا دايما بسيبها مقفولة. في حاجة جوايا كده بتقولي ان انتي مش شخص هيعدي كده في حياتي وخلاص. حاسس ان وجودك ممكن يبقى ليه معنى حقيقي. انا عايزة اعرفك على اختي على فكرة، هي قريبة مني جدا. انا متأكد انها هتحبك وهتفرح لما احكيلها عنك. بس قبل اي خطوة زي دي، انا محتاجة اسمع منك الاول. هل في فرصة نكون مع بعض؟ مش بضغط عليكي، انا بس بسألك. عارفة، انتي ملامحك ممكن تبان صغيرة وبيبي فيس كده، بس شخصيتك قوية جدا، بتخلي اي شخص يفكر 1000 مرة قبل ما يقربلك. ودي اكتر حاجة انا بحترمها فيكي، لانك مش سهلة ومش متاحة لأي حد. وده شبهي، انا كمان بقيت بختار الناس اللي تدخل حياتي بعناية، وده حصل بعد صدمات كتير عديت بيها، مواقف غيرتني وخلتني راجع نفسي. يمكن احكيلك عنها لما المسافة بينا تقرب اكتر. الغريب اني حاسس اني اعرفك من زمان، يعني احساس الألفة ده مش مفهوم، كأنك حد من عيلتي، يعني مش غريبة عليا. وجودك مألوف رغم اننا لسه بنكتشف بعض. حاسس ان الاحساس ده عامل لي حيرة شوية. عايزة اعرف احساسك ايه ناحيتي دلوقتي. هل عندك قبول نقرب خطوة كمان، ولا انتي قافلة حياتك ومش جاهزة؟ بس عارفة اكتر حاجة محيراني،
ان اللحظات كده اللي ببصلك فيها بلاقيكي بتبصيلي بحس انك عايزة تتكلمي، كأني في كلام كده متخزن جواكي. هل ده فعلا حقيقي ولا انا بيتهيألي ده عشان بفكر فيكي كتير؟ نفسي يكون احساسي في محله، وانك كمان عايزة تتكلمي معايا زي ما انا عايز. مش عايزة افسر ده غلط او يكون بيتهيألي. مش عايزة اسبق حاجة لسه ما جاش وقتها، ومش عايزة اعمل خطوة تبعدك عني. دي كانت الرسالة الشخص ده عايز يقولها لك. على فكرة، الشخص ده عايز يعرفك على حد، سواء هو بقى رجل او هي امرأة، في حد كده من عيلتهم، ايا كان الشخص ده جنسه ايه. هو قال هنا في الرسالة ان هو عايز يعرفك على اخته، ممكن يكون اخ برضو، بس هي الرسالة جات لي كده. آم، في حد من عيلته هو قريب منه قوي قوي وبيحكي له، فالعلاقة دي او علاقتكم او مشاعره تجاهكم هو لسه ما قالهاش، ما عبرش عنها او ما افصحش عنها للشخص القريب منه ده. فهو لما يتكلم معاكم او ياخد الخطوة دي معاكم الاول، هيحكي للشخص اللي هو قريب منه ده، وهيبقى حابب قوي ان هو يعرفكم عليه. الشخص ده عايز يقرب منكم جدا، ولكن شايف ان انتوا شخصيتكم قوية قوي. مش عارف هو لما يقرب انتوا هتحطوا له حدود صارمة كده، ولا هيكون عندكم قبول ان العلاقة دي تاخد شكل تاني اكتر من صداقة. آم، الشخص ده شايف ان انتوا عندكم ملامح كده صغيرة، يمكن ملامحكم اصغر من سنكم بكتير قوي، ولكن انتوا شخصيتكم اقوى كتير 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 من ملامحكم. ف انتوا ميكس كده حلوة قوي، عاجب الشخص ده جدا، وفي نفس الوقت هو برضو مش عايز يعمل خطوة ويتصدم او يتصد منكم. بس هو عنده رغبة قوية جدا ان هو يتكلم معاك بعيد عن العمل، او يعني عايز يتكلم معاك بشكل لطيف، بشكل حد معجب بيكم، مش كصديق. اوكي. بس دي كانت الطاقة بتاعتكم والرسالة بتاعتكم، وبصراحة بقالكم كده فترة طاقتكم حلوة قوي، هو طاقة الشخص ده تجاهكم حلوة قوي وإيجابية. فلو الكلام اللي انت بتسمعه هنا او الرسائل اللي انت بتسمعها عندي بتستفيد منها وبتلمسك فعلا، وبتلاقي الرسائل هنا تخصك، فبلاش تبخل على القناة باللايك، يعني ده دعم للقناة علشان ما تقعش. وما تقلقوش الناس اللي بتخاف ان هي تعمل لايك او تعمل كومنت عشان حد يشوفها، محدش من اللي يعرفك من اصدقائك او قرايبك هيفهم او هيشوفك او هيعرف ان ده انت. فما تقلقوش يعني، اوكي، لان في ناس قالت لي ده، ان هي بتبقى خايفة ان هي تعمل لايك او تعمل كومنت. حاسة الموضوع ده منتشر قوي. ما تقلقوش، اليوتيوب مش بيظهر فيه زي البرامج التانية. اوكي. فبتمنى لكم التوفيق والنجاح والخير والحب في كل جوانب حياتكم، واشوفكم على خير في اوديو جديد. باي باي.